ازيكم يا جدعان، وحشني والله. رجعنا للفيديوهات الطويله من تاني. بقالي كده شهر تقريبا بعمل فيه فيديوهات قصيره، بس عامه يعني ما علينا من الكلام ده كله. وخليني اقول لك كده برضو ان الفيديو اللي انت بتشوفه ده هيكون عشوائي شويه، لان انا اصلا بقول لك هو ليه فيلم ولاد رزق 3 هينجح وهيكسر الدنيا. طب ما كده كده الفيلم من غير ما انا اتكلم ومن غير ما اقول اي اسباب، الفيلم كده كده هينجح وهيكسر الدنيا عادي. الفيديو ده اعتبروه يعني شويه كده اوبن مايك، مجرد دردشه بنتكلم فيها هو ليه فيلم ولاد رزق نجح اصلا، وليه اتعمل منه كذا جزء، ودلوقتي بيتصرف عليه اكبر ميزانيه في تاريخ السينما المصريه. الجمله اللي انا قلتها دي تحسها ماشيه على القافيه كده، بس هو ده الواقع. يعني انت متخيل ان في فيلم مصري بيتصرف عليه 8 مليون دولار؟ يعني لو حسبنا الدولار دلوقتي في الوقت اللي انا بتكلم فيه ده هو حوالي 47 جنيه، فلو حسبنا ميزانيه الفيلم ده بالجنيه المصري الفيلم هيكون جايب 376 مليون جنيه، في حين ان الجزء الثاني كانت ميزانيته ما تتعداش ال 60 مليون. طب سيبك يا عم من فيلم ولاد رزق الجزء الثاني، فيلم كيرة والجن، الفيلم التاريخي، الفيلم اللي اتصرف عليه اكبر ميزانيه في الوقت اللي هو نزل فيه، ولحد النهارده برضه هو يعتبر اكبر ميزانيه لان فيلم ولاد رزق 3 لسه ما نزلش. فيلم كيرة والجن يا معلم، فيلم والله عايز اخلص بس فيلم يا ابن بص يا جماعه، انا عايز اتكلم والله، عايز اقول الرقم بس سامع صوت ضرب نار او صوت شماريخ وصوت. يا اخي انا ما شفتش كده، يا اخي ما شفتش كده والله، ما شفتش كده. فيلم كيرة والجن يا معلم اتكلف حوالي 104 مليون جنيه، فالمفروض يعني بعد كل الايرادات اللي انا كلمتك فيها دي كلها ندخل نشوف فيلم ما حصلش. سيبك بقى من كل الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه ده، وتعالى نحكي شويه مع بعض هو ليه فيلم ولاد رزق ده نجح اصلا. فيلم ولاد رزق الجزء الاول هو نزل سنه 2015، وانا فاكر ان في الوقت ده انا دخلت الفيلم ده سينما، وكنت تقريبا كده دخلته سينما في وسط البلد. انا مش عارف ليه بصراحه انا دخلتكم معايا في تفاصيل، بس يعني ما علينا، نكمل عادي. المهم ولاد رزق كان نازل قدام محمد رمضان في فيلم تقريبا شد اجزاء، وكان اكتريه الناس في الوقت ده كانت بتدخل فيلم شد اجزاء اكتر، بالذات اول ما الفيلمين نزلوا مع بعض كان محمد رمضان هو اللي كان جايب ايرادات اكتر شويه من ولاد رزق. بس عامه في الاخر يعني الاثنين اتساووا في الايرادات، بس برده مش الايرادات العاليه. يعني انت مثلا بتتكلم ان واحد جاب 22 مليون والتاني جاب في حدود 25 مليون، يعني مش الايرادات اللي هي التوب قوي، يعني فاهم. سر نجاح بقى فيلم ولاد رزق واللي مخليه لسه مكمل معانا لحد النهارده، اكيد يعني مش وقت عرضه في السينما، لان انا هقول لك هو في السينما ما عملش ايرادات ضعيفه، ولكن ما عملش الايرادات اللي انت تخليك تقعد تتكلم على الفيلم ده كتير. هو يا معلم بعد ما الفيلم ده نزل على النت وبعد كده نزل على التلفزيون والناس ابتدت تتفرج عليه بشكل اكبر، وميمز من الفيلم بتنزل على السوشيال ميديا وناس كتيره جدا بتتكلم على الفيلم، والفيلم زي ما تقول كده كون شعبيه كبيره جدا، فكانوا صناع الفيلم لازم يستغلوا نجاح الفيلم ده في جزء تاني، وهو ده اللي حصل فعلا. بس تخيل معايا كده ان فيلم ولاد رزق ده كان من الوارد ان هو يفشل، وكان من الوارد جدا على فكره، وبدل ما الناس تحبه كانت هتتريق عليه. الفكره وما فيها ان انت عامل فيلم شعبي جدا وابطاله كمان من منطقه شعبيه، وتروح تجيب احمد عز وعمرو يوسف يعملوا ادوار من النوع ده، لان هم قبل كده ما عملوش النوع ده من الادوار، ولا شكلهم اصلا يخليك تصدقهم ان هم يعملوا ادوار زي دي. يعني تخيل كده ان فيلم ولاد رزق ده كان ممكن يكون عامل زي مسلسل طعم الحياه بتاع ساموزين لو انتوا فاكرينه. والله انا مش عارف بالظبط هو مسلسل اسمه طعم الحياه ولا طعم الحياه، هو عامه يعني حاجه زي كده، لان انا ما شفتش المسلسل اصلا. عامه يعني اللي فاكره ان المسلسل ده كان ساموزين طالع فيه بدور بلطجي. سيبني لو سمحت، ممكن ايه راح فين؟ ما تخليش اعورك، انت راجل كبير. يعني تخيلوا كده ان احنا كان ممكن نشوف فيلم ولاد رزق ده زي الشخصيه اللي عملها ساموزين في المسلسل ده. فبصراحه كون ان الفيلم طلع بالشكل ده وان انت تصدقه وتصدق او على الاقل يعني ما تحسش بافوره من الابطال اللي في الفيلم، فدي طبعا نقطه مهمه جدا تحسب لطارق العريان مخرج الفيلم. وده بالنسبه للجزء الاول اللي فيه عوامل نجاح كبيره جدا، زي مثلا فيلم شعبي. في مصر عامه الافلام الشعبيه او النوعيه بتاعه الافلام الشعبي بتنجح جدا والناس بتحبها، في كوميديا وفي اكشن برضه هتلاقي ده، حتى لو انت عايز تشوف فيلم فيه تويستات في الاخر هتلاقي برضه. يعني الفيلم ده غالبا فيه كل حاجه تخلي الفيلم يجيب ايرادات عاليه ويخلي الناس تحبه. واللي انا بقوله ده هو مش معناه ان ده افضل فيلم نزل، انا بقول ان ده ممكن يكون من اذكى الافلام اللي بتعرف تلعب على اللي الجمهور عايزه وتعجب نسبه كبيره جدا من الناس. وده بالنسبه للجزء الاول. الجزء الثاني ما يختلفش كتير عن الجزء الاول، هو مع ان العالم بتاعنا كبر شويه وزودوا عليهم شخصيات اكتر بقوا معانا في العالم ده غير طبعا ان هو نجح اكتر على مستوى الايرادات. وده بالنسبه لقصه الجزء الثاني. نيجي بقى للجزء الثالث اللي انا وانت متوقعين ان هو هيجيب اعلى ايرادات حتى لو نزل قصاد اي فيلم وقصاد اي فنان كمان، حتى مثلا لو كان الفنان ده هو كريم عبد العزيز. لو كريم عبد العزيز نزل فيلم في العيد الكبير والله اعلم طبعا، اعتقد ان فيلم ولاد رزق هيجيب ايرادات اعلى منه برضه، بالرغم وحط تحت بالرغم دي كذا خط ان فيلم ولاد رزق مش مناسب لكل الاذواق ولا كل الاعمار. وخلينا نقول ان دي مفهومه شويه ليه، لان الفيلم مثلا ممكن يكون فيه الفاظ، فيه ايحاءات كده يعني. فمش عارف هل مثلا في الجزء الثالث ممكن ياخدوا بالهم شويه من الحته زي دي عشان الفيلم مثلا يدخلوا عدد اكبر وكده،
مش عارف بصراحه الحته دي، بس برضه انا اتوقع ان سواء كده او كده الفيلم ده بالميزانيه دي بكل حاجه الفيلم هيجيب ايرادات عاليه جدا 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 سواء في مصر او في الوطن العربي كله عامه. وبس مش عايز اطول عليكم اكتر من كده. اهم حاجه بس في الاول وفي الاخر لو انت عجبك الفيديو ده اتمنى ان انت تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه، ولو عايز تقول اي حاجه اي كومنت طبعا تكتبه في الكومنتات. وبس يا معلم، مع السلامه.